السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل شوية محشي. عايزة اقول لكم بقى الكرنب جاي من الغيط طازة مع الخضرة، ونفرز بقى شوية خضرة، وجايبين كمان لحم الجزار، والايه العملية رايقة قوي معانا. تابعوا بقى الفيديو. وبقى لنا شوية كده ما عملناش محشي مع بعض، فأهم حاجة المحشي ده يا جماعة. كل شوية كده نعمل محشي ونفوح ريحته كده في الشقة، وناكل محشي كده بالكرنب ونروق الدنيا. شايفين شوية الخضرة الجمال دول جايين من غيط طازة. يعني عايزة اقول لكم ربنا يخلي لنا الجماعة مدينا الكرنبتين دول وشوية الخضرة الجمال دول. هنعمل شوية محشي محترمين. جبت بقى بصلتين وخرطتهم وغسلت الخضرة كويس وسبتها يتصفوا على الطبق كده. لما اخلص سليق كده نبقى نخرطهم. شايفين الكبة بتاعتي الجميلة دي؟ بس هي يعني عايزة بصلاية واحدة بس، ما تتقليش عليها في البصل يعني. بس بتفرم البصل جميل كأنك مقطعاه، مش محطوط في الكبة. شايفين يا جماعة الدهن بتاعنا اللي هو بالسمنة؟ شايفين جميل ازاي؟ ما شاء الله الدهن خطير خطير. يعني بعمل بيه كل حاجة وشايفين جماله. بكتر منه كده في المحشي شوية، وبحط شوية زيت صغيرين معاه. عايزة اقول لكم خطير. وحطيت بقى بصلتين كده كبار مفرومين في الكبة كده، والمية دي بقى حطها للكرنب. القرنين الفلفل دول كنا بناكل وطلعوا حراقين، فهقطعهم بقى كده بالكبة شوية كده. شايفين تقطيعها في الفلفل كأنك مقطعاه لأيديكي. هي جميلة بصراحة. هحط بقى ملح كده مع البصل. ما ننساش يا جماعة نصلي على سيدنا النبي محمد كده طول ما احنا بنعمل، ونحط لايك واشتراك للقناة. يا رب يخليكوا ليا يا رب. شايفين بقى جمال الكرنب عامل ازاي؟ الحلة مش واخدة، فهلفه كده في قلب الحلة. وبعدين يعني اما تتسلق هتخش كده في قلب الحلة. نتصرف يا جماعة، مش مفيش حاجة بتقف قصادنا. هعمل بقى شفشق الطماطم ده. هو ملوي الشفشق وخلاص، ما بحطش اكتر من كده طماطم. انا عندي زي ما قلت لكم في الفريزر، بس لسه ما طلعتهاش بقى. يعني لما باجي اعمل زي كده لو عندي طماطم كتير بزود شوية واحط كيس في التلاجة لرمضان بقى يا جماعة. عشان ايه؟ ما نبقاش كل حاجة كده يبقى التسبيكة جاهزة ونعمل على طول ان شاء الله في رمضان. الخلاط جميل مساعدني، ما شاء الله عليه. نوعه طلع جميل قوي واستعماله حلو قوي يا جماعة. اللي حابب الخلاطات دي كنود جميلة قوي في الخلاط بصراحة، خطير. شايفين بقى بلف كده الكرنبة على اليمة التانية، وبعدين بقلبها بقى على بطنها كده. بتخش كده في الحلة وبتبقى حلوة كده في السلق. استكلفت بصراحة احط الطبق، يعني كسلت احط الطبق كبير، فحطيت بقى الحلة مش مشكلة لان هم مش كبار قوي برضو، كرنبتين وسط كده. بس كده بتدخل بقى في قلب الحلة كده، وبشيل بقى واحدة ورا واحدة كده زي ما احنا متعودين. وكمان البصل بيتقلى. انا بحب احط البصل ما قلهوش قوي، وفي نفس الوقت ما احطوش ابيض. يعني اول ما يخش على صفران كده حطيت بقى الفلفل هقلبه تقلبتين، وبعدين احط الطماطم على طول. عايزه اقول لكم المحشي كان خطير يا جماعه. تشوفوه معايا في الاخر. عملت كمان صينيه مكرونه بشاميل، كانت خطيره. اوريه لكم برضو. وهنا بقى اللحمه انا مولعه عليها تستوي. دي الحله مش عارفه حطيت فيها اللحمه ولا ايه. الحله اللي ورا دي بتاع حاطه فيها ميه. وخلاص بقى كده الطماطم احط رشه سكر وشويه ملح واسيبها بقى تتقلب براحتها. وبعدين اخرط بقى الشبت واشيل الكرنب ونقطعه كمان. يوم المحشي بيبقى يوم يا جماعة، بس مش مشكلة خالص. المهم ما نسيبش الكرنب بقى يدبل كده، نعمله هو صابح وجميل كده. عايزة اقول لكم كان مسكر قوي وجميل. ربنا يخليهم لنا يا رب. لسه يا جماعة ما حطيتش اللحمة، هشطفها بقى الاول. انا بحب كده مع ان الجزار نضيف ما شاء الله عليه لفيفها وكل حاجة، بس برضه هشطفها الاول كده وبعدين اسقطها في المية. بس كده يا جماعة هشيل بقى الريم بتاعها الاول، مش هحط اي بهارات او اي حاجة الا بشيل الريم بتاعها الاول تغلي كده معانا غلوتين واشيل الريم بقى. طفيت على الميه بقى كده، كنت خلصت الكرنب خالص. وهخرط بقى الخضره. عايزه اقول لكم الخضره جميله، انا منقياها عود عود. وبشيل بقى يعني الورق، العنود بتاعتها التخينه دي بشيلها، واتخرط بس الورق بتاعها بس.
هاعمل بقى على قد ما أعمل المحشي وبعدين أفرّز الباقي، برضه هينفعوني في رمضان وهي جميلة ما شاء الله عليها، الخضرة حلوة كده وأنا زي ما أنتم متعودين معايا باحب الخضرة كتير. هاحط بقى في الطبق الواسع ده واسيبها برضه تتشمّع كده وتصفّى أي مَيّة فيها، أنا نطراها كويس بعد الغسيل وسِبتها شوية نزّلت برضه مَيّتها كده في الطبق، وهاسيبها برضه أفرّشها كده على الطبق واسيبها شوية تنشف كده. شايفين جمال الشبت ما شاء الله عليه كُلّه عيدان إزاي وجميل، خلاص بقى كده خلاص خلّصت الخضرة، شايفين الشبت دي شبت وكزبرة بس ما باحبش البقدونس، خلاص بقى كده يا جماعة هاقطّع برضه الكرنب، سِبته لمّا بِرِد خالص شوية معايا كده، وهاقطّعه بقى وآخده برّه أكمّله، وبعدين نحشي بقى محشي. عايزة أقول لكم شوية محشي هتشوفوهم معايا في الآخر، كان جميل أوي بجد، كل يومين كده أعمل لكم شوية محشي حلوين، أنا باحب أعمل محشي زي ما قُلت لكم ونفوّح ريحته في الشقة كده ويبقى حلو، جرّبوه بس على طريقتي وهيعجبكم. عايزة أقول لكم باقطع بس العرق الصغير اللي فوق ده، وبعدين أقطّعه بقى مش طويل أوي، باحاول أقصّر شوية في الورقة، ويبقى كلّه مقاس واحد كده، بيفرق أوي في التقطيع. شايفين بقى هنا يا جماعة اللحمة بتطلّع ريمها إزاي؟ ده بيبقى دم، مش مش حاجة يعني بتطلّع دمها فبيطلع على فوق لازم يتشال. بعد ما شِلت بالمقصوصة دي، فتحي قال لي: "بلاش المقصوصة دي عشان من يوم الكفتة." وهو مش عاوز يعمل بيها أي حاجة تاني. فخلاص بقى جِبت المعلقة بتاعتي دي ولمّيت بقى هافضل شوية كبيرة كده ألِم في الريم ده كلّه مش هاخلّي عليها أي حاجة، وبعدين بقى أحط عليها لورا وكمون، وما كانش عندي بصراحة حبّهان، عايزة أجيب حبّهان، هاقلّب بقى الطماطم واغطّيها، باحب أغطّي أنا الطماطم في التسبيكة بتبقى حمرا وبتبقى حلوة، لازمًا نقف جنب الحاجة كده يا جماعة وبيبقى يوم مُتعب شوية في المحشي بس مش مشكلة خالص، نخلّي بالنا من كل حاجة كده. خلاص بقى التسبيكة كانت اتسبّكت وأنا خلّصت تقطيع الكرنب كلّه، وهنا بقى فضّيتها في الحلة الكبيرة لإني حسّيت إن هي مش هتكفّي، وزوّدت الرز شوية على قد الطماطم، عشان كنت ناوية بقى أجيب ورق عنب، أنا جِبت فعلًا ورق عنب وحشيته إن شاء الله الفيديو يبقى ينزل لكم، المحشي كان جميل أوي بجد ورق العنب كمان. خلاص بقى كده هاشوّح الرز كويس أوي، وبعدين أمّا أشوّح الرز باحط الخضرة آخر حاجة، باحبها تبقى لسه خضرا كده، شايفين جمال اللحمة، وطّيت عليها بقى خالص، وسِبتها وخدت الرز بقى ورُحت حشيت، يعني باحب الحاجة تستوي على مهلها كده يا جماعة. قلّبت بقى الخضرة، الشبت على الكزبرة، وحطيت بقى على قد ما حطيت للمحشي كل حاجة بعدلها كده يا جماعة، وبعدين هافرّز بقى الباقي. هاقلّب بقى الخضرة، أنا مشوّحة رُز كويس وهاشيل بقى يعني هاشيل الرز بقى كده كفاية بعد ما أقلّب الخضرة على طول عشان الخضرة ما تسوَدّش معايا، أنا عايزاها خضرا كده وحلوة. والحلة الكبيرة اللي أنا فضّيت فيها الطماطم دي بقى هاحشي فيها، سِبت الرز بقى يهدى كده ويدخل في بعضه كده، وعبّيت بقى الخضرة، أنا باحب الخضرة كتير عشان كده عبّيت الأكياس كبيرة مش مشكلة، على قد ما أحُط وبعدين لو يعني أنا باخرجها من الفريزر على الرز على طول، ما باسيبهاش تفُك. شايفين يا جماعة خضرا وجميلة إزاي؟ لأ الخضرة دلوقتي حلوة، ورقها كده تحسّيه شبعان كده، هو موسم أصلًا الخضرة، فدلوقتي تفريزها حلو. أنا ما بافرّزهاش يعني، أنا باحب صابح بصابح، بس عشان بقى الخضرة كتير، وكمان لرمضان هنعملها على طول، وتبقى حلوة اليومين دول يعني. بس كده بقى شايفين جمالها، هاحط بقى الرز على الصينية، ونخرج بقى برّه نقعد كده براحتنا على السجادة ونحشي بقى. أنا عاملة المحشي ده قبل فيديو الزينة، فقعدت بقى في الأرض كده، وحشينا بقى في الحلة، خدت الحلة مكان التسبيكة وحشيت فيها. عايزة أقول لكم أحلى حاجة إن أنتِ تفرشي كده في الأرض وتحشي على طول كده، إيدِك شغالة، أنا باحشي بالطريقة دي يا جماعة، ما باحبش ألفّه كده بصوابعي، أحب أحط الرز كده في إيديّا ونلِف. فتحي عمّال يقول لي: "بُصّي عشان أصوّرِك." بس باقول له: "إزاي هابُص وأنا باحشي؟ لا إمّا أحشي لا إمّا أبُص." أنا باحب أركّز شوية في المحشي.
خلاص يا جماعة بقى كده هخلص المحشي ونسوي ونعمل صينية مكرونة. عايزة اقول لكم طالعة تحفة، صينية المكرونة خطيرة. شجعوني بقى شوية كده يا جماعة، ودعمونا شوية كده باللايكات والاشتراكات عشان نسخن. انا خلاص بقى كده، امبارح نزلت لكم فيديو، يعني بقى لي يومين انزل كل يوم فيديو. شجعونا بقى كده ننزل كل يوم فيديو. شايفين جمال المحشي؟ ان شاء الله ننزل كل يوم فيديو عشان تدعمونا كده وتفتكرونا على طول. في الحلة بقى اللي انا فضيت فيها الطماطم، انا بحاول يا جماعة طول ما انا بعمل ما ندربكش ورانا مواعين وخلاص. مكان بقى التسبيكة وعملت البصلاية، حطيت بقى معلقة دهن من اللي احنا عاملينه، وعملت البصلاية وحطيت بقى اللحمة. شايفين جمال اللحمة؟ عسقتها وحطيت عليها البهارات وكل حاجة. هنعمل بقى البشاميل اللي بعمله اخر حاجة مع المكرونة، يعني عشان كله. المكرونة البشاميل بالذات بتحب كل حاجة سخنة. ما تسلقيش المكرونة وتسيبيها، وما تسلقيش وما تعمليش البشاميل وتسيبيه. اللحمة ممكن تعصجيها، بس كل حاجة بتتعمل في وقتها كده بتدي طعم حلو قوي للمكرونة وبتبقى حلوة. حطيت بقى المكرونة هتتسلق، مش لازم اسوي المكرونة قوي بقى، يعني بتاخد قلبتين تلاتة كده عبال ما البشاميل يعمل معايا. يكون المكرونة خدت قلبتين تلاتة بشيلها على طول. واول ما بشيل بقى المكرونة بحط بقى المكرونة واحط البشاميل وكله في بعضه. لو عاوزة تسيبيها في المرحلة دي بقى سيبيها، انما انا برضو بعملها واحطها في الفرن على طول. وبعدين زدت المحشي قبل ما احط المكرونة، يعني عبال ما المحشي يستوي ويتشرب براحته تكون المكرونة طالعة من الفرن سخنة. بحبها كده وهي سخنة، لو بردت ما باكلهاش. شايفين بقى البشاميل برضو ما يكونش ماسك قوي في نفسه، لا يكون سايل شوية كده. وطلعت بقى كيس جبنة موتزاريلا. دومتي دي حلوة، جربوها يعني حلوة في البشاميل. حط مغرفتين بقى من البشاميل كده كبار، وهقلب كويس الحبة المكرونة دول. ما بحبش اسيب حاجة يا جماعة في المعالق والمغرفة والحاجات دي، كل حاجة بالاسباتولا كده وبنزلها. الاسباتولا دي بتنزل كل اللي في الحلة، شايفين؟ وكل اللي في المغرفة. كل اللي بيترمي ده يا جماعة لا، ما ينفعش، مفيش عشان نرمي حاجة خالص. الجبنة بقى مخلية طعمها حلو قوي بجد، انا بحبش احطها فوق، بتنشف وفي نفس الوقت بتدي لون رخم كده للمكرونة. فانا بحبها كده على اللحمة كده. حطيت نص الكيس، يعني مش نصه او اكتر من نصه شوية. كان في حتة مجمدة كده شلتها في الكيس. وحطيت بقى بقية المكرونة واحط بقية البشاميل على الوش. شايفين يا جماعة الجمال؟ وهي سخنة بقى كده طالعة لسه من الفرن. هيكون المحشي استوى والشرب وغطيت عليه خالص وكمان استوى. والمحشي كمان يا جماعة، يا ريت أول ما تطفي عليه تسيبيه 5 دقايق قبل ما تغرفيه. بحسه بيفرق قوي في طعمه، وبيشرب كده وبيهدى وبيبقى طعمه أجمل. بس كده ادخل بقى المكرونة الفرن والمحشي هوطي عليه خالص، وما بعليش من فوق في المكرونة، بوطي من فوق وبعلي من تحت. بس كده يا جماعة، أول ما بتاخد لون بس بطفي من فوق وبسيبها شوية من تحت كمان. معلقة سمنة بقى. وكنت عاملة مع اللحمة ديك بلدي صغير كده. اللحمة بالذات يا جماعة بتبقاش حلوة في المحشي، لازم حاجة دسمة كده مع اللحمة. فحطينا بقى، شايفين جمال البشاميل لما طلع من الفرن؟ خطيرة يا جماعة. الجبنة حسها أصلا طلعت شوية على الوش كده، فادت لون حلو. خلصت بقى اديك تحمير والمحشي الشرب. هطفي بقى على المحشي وكده بنغرف بقى يا جماعة. اللحمة لازم نغرفها بالشوربة كده، بتدي طعم حلو. والمكرونة عايزة اقول لكم خطيرة. والمحشي بقى هتشوفوه. شايفين جمال المحشي؟ اوعى يا جماعة، صدقوا جعت. ما تنسوش بقى يا جماعة تقولي لي رأيكم في المحشي وفي المكرونة وفي اللحمة وفي الغدا كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك والصلاة على سيدنا النبي محمد زي ما قلت لكم. يا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.